يا مساء الخير على احلى متابعين لقناتي فرن الابداع. النهارده هقول لكم سر طحينه الحاتي اللي بتتعمل وبيبقى طعمها حلو قوي بكميه قليله جدا من الطحينه الخام، بتطلع لكم طبقين كبار زي ما انتم شايفين. على طول هبدا معاكم. اول حاجه هعملها ان انا هجيب رغيف من العيش البلدي العادي، هبدا ان انا انقعه في كوبايه من الميه بالطريقه دي، بصفيه وبحطه في الخلاط عندي، وهضيف على طول عليه معلقتين من الطحينه الخام، اي نوع انتوا بتفضلوه براحتكم، ولو عاملينه في البيت برضو بيبقى حلو قوي. بحط معلقتين بس منه، وهنزل عليه بكوبايه من الزيت، بس انا مش هضيفها دلوقتي، هضيفها وانا بضرب سرسوب رفيع خالص. نص ليمونه، وعندي نص معلقه من الكمون البودر، ونص معلقه من السكر على الكميه اللي انا حطاها. بدأت اضربه، وانا بضربه بضيف الزيت سرسوب بسيط خالص وهو بيضرب زي ما انتوا شايفين كده. اول ما بيتقل معايا بقدمه، يعني المعلقتين من الطحينه عملت لي طبقين كبار من الطحينه زي ما انتوا شايفينهم. ببدأ ازينهم بشويه من الكمون او بالبابريكا او اللي انتوا تحبوه براحتكم، او خالص في طريقه التقديم. هو الطعم مظبوط بالملح والكمون وما فيهوش اي حاجه. بحط كمان ورقه من البقدونس او الكزبره كنوع من التزيين للطبق. اتمنى تكون الطريقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ومستنياكم.